لو بتدور على كولر لجهازك يبقى لازم تشوف الفيديو ده للاخر. النهارده معانا ارخص وافضل كولر تقريبا في السوق المصري كله، يعني احسن قيمه مقابل سعر. اداء ممتاز هتلاقي، RGB وحركات هتلاقي، دعم اجيال كتير برضو موجود، والاهم من كل ده طبعا ان السعر فوق العظيم بشويه. ديب كول AG 620 ديجيتال ARGB. يلا بينا نشوف المراجعه دي بتقول ايه. هيا بنا في رحله شهابيه جديده. عملية التبريد الهوائي بشكل عام هي مش تبريد أصلا بالمعنى الحرفي، بدون الدخول في تفاصيل معقدة، لكنها باختصار عملية تشتيت للحرارة، ومن هنا جه اسم المشتت. احنا بناخد الحرارة ونوزعها على أنابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده، لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي أنا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر نفسه، واستفردت بيه مع الأنابيب والمراوح وكل الحاجات دي. عشان كده سؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، الاجابه بتاعته ان مفيش افضليه مطلقه لاي نوع تبريد فيهم. الافضليه بتبقى معتمده على جوده المراوح وسرعتها، وعلى انابيب النحاس والقطع الالومنيوم في المشتت نفسه. باختصار ان العناصر المكونه للكولر جودتها تبقى عاليه، بالاضافه طبعا لنوع المعجون الحراري لانه بيشكل حلقه وصل مهمه جدا بين الكولر والمعالج نفسه. الكولر اللي معانا موديل AG 620 ديجيتال ARGB الوايت اديشن، ودي النسخة المعدلة من الإصدار القديمة مع إضافة الديجيتال. التغليف المعتاد لشركة ديب كول، الكرتونة بتيجي باللون البني وفوقيها كده ستيكر عليه صورة ملونة للمنتج واسم الموديل، وفي بعض المعلومات من الظهر. من جوه الكولر متأمن كويس جدا بقطعتين كبار من الفوم. عندنا دعم كامل لكل السوكتس اللي ظاهرة على الشاشة. وعشان اقول لك اكتر حاجات هتفيدك، الكولر ده هيشتغل معاك في انتل من اول الجيل الثامن لغاية ال14، وفي AMD شغال على رايزن AM4 و AM5 الجديد، يعني صعب تلاقي سوكت الكولر ما بيدعموش، ودي نقطة تفوق كبيرة. جسم المشتت من الألمونيوم عالي الجودة، بيجي باللون الابيض بالكامل، بيتكون من برجل التشتيت، وبنلاقي من تحت كده كيرف صغير عشان الرام كليرنس. تقسيمة الفنز مميزة وليها شكل جمالي حلو زي عادة ديب كول في التصميم، كمان متقسمة باحترافية عشان تديك افضل تبريد وتوزيع للحرارة. عندنا 6 انابيب نحاس للتبريد متوزعين على الطوارين، وده يعتبر من اكبر اعداد انابيب التبريد اللي بيستخدموها في المبردات الهوائية. قاعدة البلوك معمولة من مواد ناعمة عشان ما يحصلش التصاق للمعالج في جسم المشتت. حجمها كويس جدا، هتغطي اغلب المعالجات مرتاح. الكولر بيجي بمروحتين للتبريد بيتركبوا بكليبسات على المشتت نفسه. حجم المروحة 120 مللي، بتتكون من 9 ريش ولونها ابيض بالكامل. سرعة الدوران بتوصل 1950 لفة في الدقيقة. بتشيل المروحة وتخلعها من خلال كليبسات التركيب، وهتقدر تتحكم في الارتفاع بتاعها براحتك. الكولر بيجي بشاشتين ديجيتال صغيرين كده، كل طور فيه شاشة بيعرضوا الحرارة والاستهلاك، وعليهم اللوجو بتاع ديب كول كمان. بتتحكم فيهم من السوفت وير الخاص بديب كول. اضاءتهم واضحة وشكلهم حلو، ودي اضافة لذيذة ومفيدة في الاصدارة دي. المروحة فيها انتي فايبريت بادز من الاجناب بحيث يساعد على الثبات والهدوء مع الدوران العالي. كابل التوصيل لل4 بن، والمروحة شغالة بنظام BWM. ابعاد الكولر 129 في 136 في 161 مللي، ووزنه 1370 جرام تقريبا. بيجي مع المتعلقات كيس صغير كده فيه معجون، هو مش احسن حاجة بس شغال برضه مش وحش. كل البراكتس للسوكتس المدعومة بتيجي في اكياس منفصلة، ومن احسن الحاجات ان القطعة الخلفية للبوردة معمولة من الحديد هنا بحيث تتحمل. الضمان من ديب كول لمدة 6 سنين، وده من اطول فترات الضمان للمبردات الهوائية، بيعكس جودة وثقة كبيرة في المنتج طبعا. سعر الكولر العالمي $65، ما يوازي 3200 جنيه مصري تقريبا، وده سعر عظيم زي ما قلنا في البداية، ويعتبر من افضل الاختيارات كقيمة مقابل سعر في الفئة دي، ان ما كانش الافضل. وطبعا متوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة والاختبارات بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون اي تكييف. زي ما شايفين عملنا اختبارات ببرامج زي السينا بنش اصدارات 23 و24، كمان عملنا اختبارات ببرنامج انتل الرسمي اكستريم يوتيليتي، بالاضافة للاختبارات الاساسية زي الجيمز والانكودنج باكتر من برنامج. الكولر ده مش جديد كليا علينا، شفنا قبل كده منه النسخة العادية، كمان نسخة الكي كانت قريبة ليه جدا، بس الإصدار اللي معانا دي جمعت كل المميزات في نسخة واحدة. الرام كليرنس موجودة لأغلب الرامات، عندنا تجويف في جسم المشتت نفسه مراعي الموضوع ده، بالإضافة إن المروحة نفسها بتتحرك، يعني هتقدر ترفعها زي ما أنت عايز.
لو معاك معالج زي الاي 7 14700K وما يوازيه من رايزن هتشتغل على 250 واط وكسر 5 جيجا. طبعا ما رشحلكش تعمل كده مع الكولر ده لانك وقتها هتحتاج كولر اعلى. اما لو هنتكلم على فئة ال 160 واط والكسر لغاية 4 جيجا هرتز حتى لو مع نفس المعالج ال 14700K، فالحرارة وقتها هتوصل معاك في رينج ال 80 متوسط، وده مع اعلى ضغط. وبالمناسبة ده اداء عظيم جدا بالنسبة لفئة الكولر ونوع المعالج، لان المعالج ده كمان يعني حريقة سخونية. فال 160 واط وال 4 جيجا هرتز ده افضل استقرار واداء تاخده من المبرد ده حسب تجربتنا. وخلي بالك الارقام دي والترشيحات دي بناء على تجربة شهابية موثوقة، فمحدش يقولك النتائج دي بره. الكولر مميز قوي في ادائه وفي شكله الجمالي وفي دعمه لاجيال كتير، واهم نقطة السعر، فالتسعير بتاعه عظيم بزيادة. الكولر منتشر في المحلات في السوق المصري بسعر 3200 جنيه بس، ويعتبر صفقة كسبانة. لو بتدور على مبرد للمعالج بتاعك حتى لو كان جيل 13 و14، AG 620 ديجيتال ادريسبل RGB يعتبر من افضل الاختيارات قيمة مقابل سعر ان ما كانش الافضل. ترشيح شهابي طبعا.